السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا فيديو ديال اليوم وبداو بالصلاه على نبينا اللهم صل وسلم على الحبيب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه سريعه وسهله لتحضير حليه رمضان. حتى الا تعطلتي في التوجد ديالها فهي كتوجد في وقت وجيز، والطريقه ديالها اللي سهله. فكيف كتشوفوا معايا المقادير اللي هي المقادير العاديه اللي كنستعملوا دائما في الحليله ديالنا، كتكون اضافات على حسب كل سيده وعلى حسب متوفر في البيت. الطريقه السر ديال الحليله كيكمل في الطريقه ديالها. فهنايا خديت نص بصله متوسطه، طحنتها في واحد شويه ديال الماء كيف كتشوفوا معايا. غادي نكبها في الكوكوط ديالي، ومن بعد غادي ناخذ الربيع والكرافس حتى هو غادي نقطعوه هكا طرف كبيره، وغادي نلوحو حتى هو في المولينيكس. هاد اللقطه ما تشداتليش في التصوير كيف كتشوفوا معايا. ودابا مطحون حتى هو درت له شويه الماء وطحنته، وغادي نكبو في الكوكوط. من بعد غادي ندوز هنايا غادي ندير الحمص والخليط ديال الكرافس والربيع. فضروري نشلو الخلاط من ديك البقايا ديال الربيع والكرافس. وهنايا كيف كتشوفوا المطيشه فما كتعذبي معها تحكيها ولا حتى شي حاجه، فهي كديريها هكاك صاينه في الكوكوط. اما بالنسبه للعدس والشعريه والفول فما كنديروش في المرحله الاولى نهائيا، فهما دغيا كيطيبوا والعدس كيتسخن لينا من القشره ديالو، فما غاديش نديرو في المرحله الاولى، نخليوه حتى المرحله الثانيه. فانا كندير العطريه ديالتي العاديه، الملح، سكينجبير، ابزار وخرقوم وشويه زيت نباتيه وشويه زيت الزيتون. كيف كتشوفوا معايا فهاد الطريقه ديال المطيشه اللي كتلوحيها كطيب في الكوكوط فهي كتجي سهله وكتجي لذيذه بزاف. يمكن لك تستغني على المطيشه ديال الحك، يمكن لك تستغني عليها، فانا درتها. ولكن الا بغيتي تستغني عليها فكتكثري هكا المطيشه ديال المطيشه الطبيعيه هكا حبوب، وكتستغني على المطيشه ديال الحك. فهنا كيف كتشوفوا فرويت وسديت الكوكوط ديالي وحطيتها على العافيه يطيب لي الحمص. فهنايا بعد ما طاب الحمص فكنحلو على الكوكوط، كنلقاو الحمص طاب وتلقاو حتى المطيشه حتى هي طابت ولات زبده وكتعطي واحد المذاق بحال المطيشه ديال الحك. فكنحيدوها من الكوكوط وكنضيفوا الفول والعدس والحمص وكنخلطوا، وكنخليو الكوكوط على نار متوسطه. وكندوزو المولينكس ديالنا كنديرو فيها شويه الماء، كنديرو فيها الفورص كلها باش كدور الحريره ديالها. فانا درت الطريقه العاديه اللي كنعرفوها كاملين، المقادير العاديين. الطريقه السر قلت لكم غير في الطريقه. كيف كتشوفوا معايا درت الفورص هنايا، درت 4 معالق ديال الفورص ودرت الطماطم المركزه. غادي نطحن الخليط ديالي فكيف قلت لكم. كاين اللي كيدور الحريره ديالو بخميره بلديه، كاين اللي كيدور الحريره ديالو بالدقيق ديال الحمص، كلها باش كدور الحريره. فكيف قلت لكم انايا كنخدموا بالمتوفر عندنا في البيت، ما كنصعبوش على راسنا الامور. اللي متوفر عندنا في البيت كنخدموا به، ولا كانت شي حاجه صحيه وداها الواحد فما فيها باس فكيستافد منها. فهنايا صفيت الخليط ديالي. فكيف كتشوفوا الفورس وبطيشه الحك درتهم في مره واحده بلا ما نبقى ندير كل حاجه بوحديتها. فكندوز كندور الحريره. عارفين بان في هذه المرحله خاصنا نحركوا مزيان ونكونوا جهدنا العافيه هكا باش ما يتكورش لينا الدقيق. فإلا حسيتوا بالحريره ديالكم ثقيله شويه فكتزيدوا لها هكا شويه الماء، حسيتوا بها خفيفه فكتزيدوا لها شويه الفورس هكا، كتعاودوا تطحنوه وتصفيوه. فانا عطيتكم الطريقه اللي ما هكا ما تشدش لكم الوقت واللي غادي تجيكم الحليله بنينه بزاف. هذيك المطيشه فكندوزوها في الطحانه هكا ديال اليد وكنكبوها في الحليله ديالنا. فقلت لكم الا كانت هكا ما بغيتوش تستعملوا مطيشه الحك، كاين اللي ما كيبغيش يستعمل هكا، كيبغي يقلل شويه من هاد المواد الصناعيه، فكيدير مطيشه بزايد وكيطحنها كيسلقها مع الحريره في المرحله ديال طياب الحمص وكيطحنها هكا. كتكون كميه كثيره وكيفاش كطحنوها كتطلع واحد الريحه بحال الطماطم مركزه تماما. فكندوز كنكب المطيشه، هي اخر حاجه، هي الشيء اللي ما قبل الاخير. تنكبها في الكوكوط وتنحرك شويه بالماء طاب ليا داك الدقيق مزيان. هاد المطيشه هكا مسلوقه كتعطي واحد المذاق لذيذ للحريره، احسن من المطيشه اللي كتحكيها في الاول.
فكيف قلت لكم يمكن لكم تستغناو على مطيشه الحك الى درتوا هذه الطريقه هذه وكثرتوا شويه مطيشه حبوب، فكتجي روعه. كيف كتعرفوا الحرير اللي كيشريو في المحلات على برا فهم راه ما كيستعملوش مطيشه الحك نهائيا، فهم غير كيسلقوا مطيشه وكيستعملوها فكتعطي مذاق غزال للحريره. فكنخليو الحريره ديالنا طيب مزيان باش داك الدقيق كيطيب. فهنايا كنت كنصايب حاجه اخرى، كنسى المغرفه في الحريره وكنمشي كنقابل حاجه اخرى. صافي كنبقاو مستمرين هكا مع الحريره ديالنا حتى كيطيب لينا الدقيق مزيان وكتوجد الحريره ديالنا. وكاخر اضافه كنكونوا واخدين واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس وشويه ديال الكرافس هكا، غير دوك العريشات الطريين، وكنقردوهم رقاقين بزاف. وكناخذوا واحد المعلقه حتى 2 معالق وكنديروهم في اخر مرحله وكنحركوا وكنطفيو. فهاد المرحله هذه كتعطي واحد النكهه غزاله، حيت كتبقى النكهه ديال الكرافس والربيع كتبقاو عاطين في الحريره ديالنا، بالاضافه للمطيشه اللي سلقنا اللي ما كتاخذش لينا الوقت وكتعطينا لذه زوينه للحريره ديالنا. فان شاء الله هذه الطريقه تكون نالت اعجابكم، فهي ما كتاخذش الوقت نهائيا. يمكن لك حتى لاخر مرحله توجدي الحريره ديالك وتزيني بها المائده ديال الافطار. وعشركم مبروكه ان شاء الله بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. ونتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله ما تنساوش كتبوا ديما اللايك والاشتراك في القناه، بارطاجيو الفيديو وفعلوا زر الجرس باش تصلكم كل جديد.